عرفنا التاريخ المصري منين؟ من جدران معابد، ومن برديات لقيناها، ومن قوائم ملكية، ومن حجر بليرمو، ومن رحالة يونان. وعرفنا التاريخ المصري من القوائم الملكية، ودي بتبقى قايمة فيها أسماء الملوك من أول الملك مينا لحد الملك اللي اتكتبت في عصره، زي قايمة الكرنك اللي اتكتبت في عصر الملك تحتمس الثالث وحطها في قاعة الأجداد اللي في معبد الكرنك. وعندنا قايمة أبيدوس موجودة في سوهاج، القايمة دي ناقشها الملك سيتي الأول وحطها في معبده في العاب المدفونة. وعرفنا التاريخ المصري القديم من حجر بليرمو، وده حجر معمول من البازلت الأسود واتنقش في عصر الأسرة 19. الحجر ده ذكر أسماء الملوك وعدد وشهور وأيام فترة حكمهم. وعرفنا التاريخ المصري من الرحالة اليونان، بدأ المؤرخين اليونان يلفوا مصر ويجمعوا التاريخ المصري ويكتبوا، زي هيرودوت زار المعابد المصرية سنة 450 قبل الميلاد وجمع تاريخ مصر القديمة من الكهنة. وعندنا منة السمنودي، وده مؤرخ وكاتب وكاهن في المعابد المصرية في العصر اليوناني.